خانت مين يا حبيبي؟ شعبها مرفه، ولا السعودية ولا الإمارات؟ هذا الشيخ محمد بن زايد، عيال زايد خانوا مين؟ كل عربي اليوم تجي لعنده تقول يقول لك بن زايد بن زايد بن زايد بن زايد. خاين خاين خان مين؟ بس اريد افهم شنو تعريفكم للخيانة؟ الخيانة هي الحاكم لما يخون شعبه. هذا الرجل ما خان شعبه، ما خان شعبه. هذا مو مجبور فيك، مو مجبور فيك إذا كنت لاجئ سوري أو لاجئ عراقي أو لاجئ يمني أو لبناني. هذا الزلمة مو مجبور فيك، أو حتى لاجئ فلسطيني. هذا الزلمة أبدا مو مجبور فيك، هذا برقبته شعبه. والخاين من يخون شعبه. هذا الرجل رفه شعبه. الإمارات اليوم يكفي بس كلمة إماراتي تكفي فخر للعرب وللعالم. أصبحت الإمارات محط أنظار العالم، أصبحت مدن عالمية يا رجل. الإمارات عالمية، أبراجها للسماء، حضارة، تطور، خيرات، بيوت، سيارات، حقوق، ما فيها ولا مواطن إماراتي مستأجر. مو عيب؟ الله يرحمه الشيخ زايد قال أنا عيب مواطن عندي بوطنه يستأجر؟ يا عيب، يا عيب الشوم. وما سمح بهالشيء. وهاي عياله محمد بن زايد وكلهم تابعوا المسيرة. فاحنا اليوم لازم نلتزم حدودنا، نعترف بقدر انفسنا ونعرف حدودنا. وعيب نطلق هالامور هاي. ليش ما نطلق هالخيانة هذا على زعمائنا؟ الدجل والكذب والهجرونة والعربجية والشعارات الكاذبة اللي طرحوها، هذول هم اللي يلعنون، هذول هم الخائنين. أما اللي عز شعبه يعني عيب. يعني أنا لاجئ سوري من خيمة، أو لاجئ يمني وعراقي ولبناني من خيمة أغرد ضد الإمارات، خاينة خاينة؟ لا مش خاينة، لا 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 لا, لا. أنا عيب على شرفي، عيب على كرامتي، عيب على إنسانيتي. لازم أعرف حدودي وما أحكي عن الناس أهل النعمة، الناس اللي عزت ورفهت شعوبها. كل رئيس مسؤول عن شعبه. أنت مسؤول عنك رئيسك. لاحق لي ابن زايد تريد يلجأك؟ يا أخي هو حر، هو مسؤول عن شعبه. ولا بن سلمان ولا جماعة أهل الخليج. أنا رأيي بأهل الخليج السؤال اللي انسأل 100%، 100%، 100% شعوب وحكام وأهل نعمة، وبرافو عليكم والله. يعني بكفي يا جماعة، خلونا نحكي الأمور بمسمياتها، الحقيقة المرة معلش.